زرقاء اليمامة. آه. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انا شحال هذا كنت دخلت معاك حنتي كانت درتي انا مسلمه مرتده، يلا خرجت من الاسلام شي اسبوع هذا. كنت أبو كنت دخلت معكم شحال هذا، وكنتي حاط اللايف ديالك، معاك بزاف د الناس، منهم هاد السيده اللي دايره الطاقيه مينا حتى هي كانت معاك، ودخلت وهضرت معاكم وقالت لي وحده سيري قلبي، ومشيت شريت البخاري وشريت مسلم وبديت كنشرح ولقيت بزاف د الحوايج، داكشي اللي كتقولو كله بصح، وانا ما نكذبش عليك كانت بكيت وبزاف د الحوايج، ولكن قلت في الاخر قلت بحال وقع ليا بحال كانت مربياني شي وفي الاخر تقول لي ماشي الام ديالك، هكا وقع ليا مع الاسلام. ودابا راني خرجت، ومني خرجت من اللايف عندك الناس بزاف دخلوا عندي، كاين اللي كيشجعني، كاين اللي كيسبني، كاين اللي هو عادي، هذاك كل واحد حر في راسو يدبر راسو. شنو الحاجة اللي خلاتك تروح تبحثي اللي سمعتيها أول مرة؟ انا اول حاجه شوكاتني هي الزواج الرسول، حنتي فاش حنايا متبعين الامام المالكي، حنايا المغاربه، وحنايا فاش قرينا في مدرسه، وانا ما عمرني بحثت مزيان صراحه، متابعه الدين بالفطره، داكشي اللي تعلمته، ومشيت قلبت على الزواج لقيتها في البخاري انه تزوج بها 6 سنين، هي عندها 6 سنين ودخل بها، قال لك 6 سنين كان تيفخد ليها، و9 سنين دخل بها، وهو عنده 54 سنه وهي 9 سنين، يعني طفله. انا عندي بنتي، كنشوف بنتي وكنقول ما يمكنش شي واحد يجي يتزوج والو طفله، وداك الشيء اللي خلاني كنتشوكا، وتشوكيت انها مذكوره في القران ايه سوره الطلاق الايه 4، مشيت ترجمتها في صحيح وفي مسلم وتصدمت، ترجمتها في البخاري اسمح لي، وتصدمت بزاف، لقيت الشروحات بزاف، كل مره كنتصدم. ودابا انا راني مرتاحه ومصدومه، يعني اسبوع دابا باش خرجت من الدين، خرجت انا وراجلي بجوجنا، حيت هو بحالو بحالي نفس الافكار، وبزاف الناس، امي عاودتها لها، امي رفضات، ولكن في الاخر قالت لي هذيك دبري راسك، صحاباتي قلتها لهم، ولكن ما نقدرش، قال لي راجلي ما بقيش تقولي هذا الشيء على الرسول في الزنقه، راك يمكن تعرضي للقتل ولا للضرب ولا شي حاجه، راك عارفين فاش كتخرج تقول راني ماشي مسلم، ولا كتبقى تقول شي حاجه على الدين وكتبقى تعطيهم بالادله، كيرفضوها، ما تيبغوش يتقبلوها، تيكونوا مصدومين وما تيقلبوش. انا مني قلت هذاك الشيء كنقول فاش دخلت اول مره لايف نقول ناري اش هذا الشيء، اش هاد يعني كنسب فيك ونسب في الناس معك من الداخل ديالو، ولكن فاش مني مشيت بحثت لقيت الدليل، اش باقي باغا، يعني واخا يدوك اللي في الدين دابا يعاودوا كل شيء، يعاودوا ليا من الاول، غيجيني كل شيء خزعبلات. وواحد شرح على السوره الاخيره اللي كاينه في القران، شنو سميتها؟ ولا أعوذ برب الفلق. ديال لا الاخيره ديال اللي ديال المعارك اللي فتح الفتوحات الاسلاميه، انها سورة انتشرت التوبة. بالسيف. سورة سوره التوبة. التوبه كلها قتل. انا كنت كنقرا القران كنسحبوا غير قصص كيعاودوا قصص وداك الشيء، كنت كنصلي بيه ونقراه وكل شيء، ولكن مني لقيت الشروحات وعندي الكتوبه دابا شريتهم، دابا اسبوع ما كان نعسي شويه، ولكن وليت داخله بزاف فاش تعمقت فيه، بحال كي قلتي كنت ام ديالي هي الاسلام، وفي الاخر تصدمت، الام ديالي قالت لي مانيش امك، بحال الاسلام هكا، تصدمت، كتكون مصدوم. انا دابا في هذا الاسبوع انا بالفضل رجع لهاد المجموعه نتوما كاملين، وايضا السيد داك احمد صالح، محمد صالح. محمد صالح، وهذاك واحد مازن كيطلع معك، مازن مثقف حتى هو، يعني كنتفرج شويه بالفيديوهات ديالهم وتمشي نقلب، منك انت ميهوب، ومن هذاك السيد هذا جاك تا هو جاك لوفور، هذا ديزاني كيهضر على هادشي اللي ما كنتش عارفه، يلا عرفت انا. تيك توك فاش دخلت تيك توك طلعتوا ليا تفرجت فيكم، بقيت كنقلب على هادشي ديال نكاح الاطفال، تصدمت، الشوك وعاوتاني قلتوا على التبني، علاش رفضوا التبني، علاش الرسول دار التبني، لانه تشهى هذيك زينب بنت عمته، بنت جحش، تشهى وعجباتو، وهو
مع سفاق وحليه الله، هو لا تشهاش وحدتي وحليه الله، وحليه الله قال لي تزوجها طلقها من هذاك ولدو بالتبني. علاش حرم التبني؟ يعني كنشوف الدين كله لصالح الرسول، وهذا ماشي دين الله. دين الله ماشي هو هذاك الله اللي كنا متابعينه، ماشي هو الله. هذاك الله ديال الرسول باش يحقق به الاغراض ديالو الشهوانيه المرضيه اللي كانت فيه. كيبغي الاطفال، كينكح العيالات. من الحرب غزوه احد والغزوات كلهم اللي دارهم كان كيتشهل، كينعسوا مع العيال، كيشدوهم تيقتلوا رجالهم، وفي الاخر كيدوا عيالتهم يتقاسموهم هما الغنائم ديال الحرب. هذا ماشي اخلاق. انا كنت صحاب راسو ماشي هكا. تصدمت في اخلاق الرسول، وكل نهار كنتصدم، وكل نهار كنقلب. وانا ماشي كنهضر انا كنت جاهله قبل، كنت شاده الدين بالفطره، وكنت كنصلي ماشي يعني كنصلي يعني كنصلي ونقطع مع الكسل، وعندي وليداتي وداك الشيء. ولاني مني عرفتي دابا كنهضر وما قاداش، لانه ساكشي بزاف بلا من عندك دابا. بزاف تبعي فينا، عندك بزاف تبعي فينا ملي بديتي تبعينا. نتبعكم. نقول لك دابا انا فاش هذه اسبوعين انا فاش تبعتكم، يعني اسبوع 3 الاسابيع، لا 3 الاسابيع باش تبعتكم، وكنشوف كطلعوا لي في اللايف وكنتفرج، ومشيت قلبت. اللي فاش طلعت معاكم وهضرت معايا السيده وقالت لي سيري قلبي على هذاك زواج، مبقيتش عاقله شكون كانت معاكم. وحده حتى هي كانت مثقفه، ومشيت قلبت وبقيت كنقلب وداك الشيء. ودابا هذه اسبوع انا باش خرجت من الاسلام. ونقول لك السي ميهوب وهاد الاصدقاء اللي معاك استمروا. انسان ماشي نقول الناس اللي مسل في الاسلام اللي الاسلام يخرجوا، ولكن يعرفوا دينهم كيدير. الا قبلوا بدينهم دين الارهاب والدين دين اغتصاب الاطفال، والدين المراه ديرنا تحت الصباط. يعني المراه ما عندهاش الحق في الشهاده. امرأتين تعادي الرجل في الإرث. عندك نصف مات لك باك، عندك نصف ما يرثه الأخ. يعني شي حوايج كتلقى راسك ضايع فيهم. المرأة حنايا المرأة بزاف محقورة في الإسلام، راه محقورة بزاف. وهذا الأمر شوية حساس، حنا في المغرب ما نقدروش نهضروا عليه. يعني يمكن تقول ما نصليش كيتقبلوها منك، تقول ما كنصومش. يعني القانون كيعاقب على الصيام. عندك شهرين في السجن في المغرب، ولاني يمكن ما تصومش امك، يمكن ما تصومش، تكون تعيش ديك الدوبل فاس قدام داركم. راك تبين راك متدين، ولكن في الخفاء راك كدير الحاجه اللي مقتنع بها. حنايا ما نقدروش هادشي نعنو العامه. اما عائلتك يقطعوا معك العلاقه نهائيا، اما الا بغيتي السلام الروحي. انا ما كنبغيش نكون دبل فاس. بغيت امي عاودتها لصحاباتي، وتيقولوا لي حدك هنا ما تبقيش تقولي الناس بزاف. انت انا يلا اسبوع باش خارجه، وكي مني كتهضر معهم شتي شنو الاجابه ديالهم؟ استغفر الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. دائما هذه الاجابه ديالهم، ما كيعطونيش شي جواب مقنع. وانا كنقول لهم قولي لي، اقنعوني. الا كان نيت هاد الدين راه دين، رجعوني معاكم. دابا انا اسبوع باش خارجه، قنعوني بشي حاجه. هدرت تخيل صديقتي كتعرف واحد السيد مثقف دينيا، عيطنا ليه وهدرت معاهم ب3 هي بيناتنا، وهدرت معاهم في الواتساب، وجلست كنقول ليه راه الرسول حلل الرسول لا قلت ليه الدين حلل الزواج. سورة الطلاق الآية سورة الطلاق الآية 4 راه مذكورة أنها البنت كتزوج قبل ما تحيض. هو يقول لي قال لي راه البنت كتكون فيها واحد الشهوانية وخصها تتزوج، لا ما تزوجش تدير شي حاجة. قلت لي لا، قلت لي البنت باقا صغيرة، اش عارفة من الزواج، واش مسؤولية. قال لي لا، هذوك الدول الأوروبية راهم البنات راهم عندهم 10 سنين وكينعسوا مع الدراري. قلت لي القانون كيمنع، ولكن في الدين كيقول لكم يمكن تزوجوا بطفله، ولكن في دول اوروبيه القانون تيمنع انها بنت تمارس الجنس وهي اقل من 18 سنه. الا لقاو شي واحد الا مشات شكات ولا امها شكات وداوها عند خبير يعني عند الطبيب ولقاو انها تعرضت لشي حاجه، راه هذا كيتعاقب. قلت لي كاينه هذه القضيه. قال لي راه المنكر هما كيحلوا هذا الشيء باش يديروا المنكر
بنت 10 سنين كتنعس، بنت عندها البوي فريند، عندها الصديق في اوروبا. قلت لي انا ما شغلي صديق في اوروبا، انا كنهضر على الدين. علاش كيدير هذا الشيء؟ يعني الانسان كيبقى يدخل ويخرج في الهضره، تيبقاو يعطوني شي اجوبه. كنقول لي انا صافي، يعني هو بحال باغي بقيت فيه، حنتي هو الصديق ديال صديقتي يلا بغا يتزوجوا. وقلت لي اوكي، انا اقتنعت بكتوبي، قلبت. الدين كيصلح لكم نتوما الرجال، لانكم نتوما اللي فايزين في هذا الدين. الرجال يعني كتمتعوا بالبنت الصغيره اللي عنده شي مرض، هذاك المرض ديال البيدوفول ماش كيقولوا ليه، هذاك المرض ديال اللي كيبغوا الدراري الصغار، اللي فيه شي شيباني، شي عاصيه، شي شارف، يمشي ينعس مع بنت عندها 9 سنين. اشنو هو الاحساس ديال البنت؟ شنو هو الاحساس ديالها هو؟ ما كاينش تمتع، ما كاينش ديك الغولاسيون ديال التمتع. كاين واحد الحاجه تاع اغتصاب. ما يمكنش البنت ما كتكونش مهيئه جنسيا في هذاك العمر، لا كتكون باقا طفله، كتكون باقا يلا كتعلم، يلا باقي حتى شي حاجه مسكينه ما عارفاها. تشوف تغصبوها نتوما بالزواج بالاسلام. اش من دين هذا ماشي الله. انا ما كنامنش بهذا الله تاع الاسلام، انا كنامن بالله ديالي انا دابا اللي لقيته، لانه كنزرع خير نلقى خير، نزرع شر نلقى شر. ماشي انا صافي خرجت من الدين غادا باغا نولي نسكر ولا نولي ناكل الخنزير ولا نولي نفسد على راجلي ولا نولي نمشي نعس مع هذا ونعس مع هذا. لا، انا كنمشي، انا شي حوايج في العقل ديالنا لوجيك ما نديروهمش. ماشي بالضرورة صافي خرجت من الاسلام غنولي ندير اللي بغيت. الا انا قبل مني، انا فاش كنت في الاسلام وشحال من حاجه خايبه ما كنديرهاش، ودابا غنبقى كيما ماشي انا الاسلام اللي انا عقلي والاخلاق ديالي والضمير ديالي هو اللي كيقول لي اش ندير واش ما نديرش. ماشي انا صافي خرجت من الاسلام غنمشي ندير داكشي اللي بغيت ولا غنمشي ندير شي حوايج ما بغيتهمش. يعني غندير شي حوايج كيقولوا لهم شي حوايج بحال كي قلتي قبيله، قال لي تنكح امك. كنت نتبعكم من قبيله، ماشي تيجي الاسلام يحرمني ما نكحش امي اللي ما نكحاش. راه شي حوايج لوجيك ما تقدرش ديرهم في شي حوايج ما تقدرش ديرهم لانه عقلك ما كيتقبلهمش، كيجيوك شي حوايج انورمال. وشكرا بزاف هميهو، وشكرا لكم بزاف لانكم نتوما السبب في انني وعيت وشفت الطريق الصحيح اللي انا كنت في واحد الغيبوبه يلا فقت منها. والزوج ديالي حتى هو، انا الزوج ديالي حتى هو راه ولا معايا، حنتي حتى هو مثقف وواعي وقرا وريتو كلشي بالشروحات وداك الشيء. حتى هو تصدم، ما جاش له الشوك، هو ديجا كان عنده شي حوايج كيسول فيهم. انا قبل ما نخرج من الاسلام كان عندي دائما علاش في الارث حنايا مظلومين، وعلاش في الشهاده حنا مظلومين. يعني كان ديجا عندي دي كيستيون ما لقيتش لهم لي ريبونس. تيقول لك حنتي المراه كتزوج ولا ما تزوجش سيدي، ولا ما تزوجتش صافي حنتي غتزوج راجل غيصرف عليها. والبنت كيقول لك كيزوجوها بنت 9 سنين. هذيك البنت اللي تزوج بنت 9 سنين هذاك هو العمر اللي باش تقرا ودير مستقبلها ودير واحد المسيره ديالها وتبني الطريق ديالها باش تولي اما طبيبه اما حريفيه اما يعني شي حرفه، صناعه تعلم ما تاكل باش نهار يتزوج. الا تزوجت شي واحد ولد الناس غتبني معاه درجه. الا تزوجت شي واحد يغتصبها ويتكرفسها يعني تزوج بنت فوق 18. انا كنشجع على الزواج فوق 18، تحت 18 لا. هذيك الساعه فاش تزوج لقات السيد ولد الناس تكمل معاه تبني معاه دقه ويديروا دار. اما لا لقاتو شي واحد ولد الحرام تفرق معاه وتلقى راسها عندها صنعتها ولا عندها الخدمه ديالها ولا عندها ديك الصناعه الحرفيه ولا عندها وظيفه ديالها. وشكرا يعطيك الصحة، يعطيك الصحة عزيزتي. وراكي بيان سور راكي في لأن ليسونسيال أنا قلتها ونعاودها. بالنسبة لي أنا اللي يهمني إنه الإنسان يخدم عقله، هو يروح يبحث، هو يتخذ القرار تاعو. مادام عزيزتي راكي مبسوطة وراكي مع زوجك، انت على الأقل راه عندك حظ. يعني باش نقولوا يعني انا ما نعرفش الاخرى، ما نحكمش على الناس، مي كاين ناس صديقاتي هنا راني نعرفهم راهي يمكن وحدها ومخبيتها على زوجها، مخبيتها على العائله نتاعها. انت على الاقل راه عندك محيط، الزوج تاعك اللي راكي تسانديه ويساندك. نقول لك اذا يعني هذا الشيء راه مريحك، هذا الشيء هو الاهم. وراه مرحبا بك في اي لحظه تحبي تطلعي معنا. ونشكرك مره اخرى انك طلعتي وتقاسمتي معنا هذه الاكسبيريونس تاعك اللي باش نتعلموا منك. نقول لك برافو عليك، برافو عليك انك كانت عندك الشجاعه انك طلعتي. شكرا بزاف لكم، نتوما السبب، نتوما السبب. كملوا هكا
والله يعاونكم الله تاعنا ماشي الله تاع الاسلام، الله يعاونكم بالله ديالنا حنايا اللي كنامنوا به. يلا شكرا، الله يعاونكم، بسلامه. يغفر من شر، يعطيك الصحة. سلام، الله يعاونكم. امين.